هنبدأ بتخفيض نص النشويات، هناكل بالشوكة والسكينة، هنحسن علاقتنا بالمية، هنعمل التحاليل بتاعتنا، هنرجع لدكتورنا اللي كان بيعالجنا من أي مرض مزمن ونظبط الجرعات، هنعرف ازاي نختار العيش اللي هناكله، الفاكهة، في فاكهة بتتخن، فاكهة بتخسس، العصير في الدايت ممنوع ولا لأ، الجبنة القريش إجباري، مفيش دايت من غير جبنة قريش يعني. لو أنا عندي بنج ايتنج، جوع عاطفي، أبدأ الدايت ازاي؟ لو حصل ثبات في الوزن أعمل ايه؟ ازاي اختار سناك مليانة فيتامينز وتحسسني بالشبع لمدة طويلة، 3-4 ساعات قبل النوم بوقف أكل نهائي. ايه تاني؟ لو حصل ثبات في الوزن أعمل ايه؟ قلت لكم على ايه تاني؟ مش فاكرة. 16 خطوة، انت عملت كام منهم؟ كل واحد يديني الايفالويشن بتاع نفسه. النهاردة في يناير 2023 انت كام من 16؟ واصلا بدأت التغيير ولا لأ؟ عشان هقولك يلا نبدأ التغيير.